اوعى راسك، حاسب حاسب، اوعى، هوبا، يلا اجري بقى. ها، هي دي اللي عجبتك؟ اسمع المصارف هستنى على السيارة. مهضومة كتير. شكرا. قديش حق؟ يلا يا حبيبي اجري اجري على جوه. عزيزي حلمي، أرجو إنك تقابلني الليلة بالوينبي، ضروري بخصوص المشروع اللي اتفقنا عليه. وطي راس الليزر، خد. تعال. هوبا هوبا. تعال. شوف، أنا مضطر أستأذن من سيادتك ساعة واحدة بس. الو ميشيل. مرحبا. اهلين حلمي بيك. شي بارد. تكرم. خير ان شاء الله. بترجاك تنسى المشروع اللي قلت لك عليه. ايه مالك؟ ولا شيء، غصب عني. غصب عنك ليه؟ بترجاك تسامح بخاطرك. المتر بده يشوفك، ليه ما بدك تروح له؟ نعم يا اخوي. هالمرة بدك تروح له، يعني بدك تروح له. شو رأيك؟ بتقولها مهمين. هيبقى ايه شكل في بيروت لما يتعرف ان قبضيات المتر ما عرفوش يجيبوا له سلمه؟ كان صبي من صبيانه. شو بدك تعمل؟ هذا حلمي ابن جنية. شو بدي اعمل؟ هتشوف شو بدي اعمل. طبعا بتستغرب. الزهرة من رجالتك وبعدين اجيلك بنفسي. ابدا، كنت عارف انك هتعقل. انا جاي اقول لك انت اللي تعقل وما تبعتش ورايا حد تاني من رجالتك. مش هشتغل. بطلت. حلمي اللي بيقول كده؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ عقلت. ما عقلش.
لا لا، حلمي اللي انا اعرفه لو ما جاتوش المغامره لحد عنده يدور هو عليها. ده لما كنت مفلس، لكن دلوقتي انا مرتاح قوي وهستثمر فلوسي في مشروع شريف. اوكي، ما اختلفناش. بعد العمليه دي يبقى استثمر اللي معاك على الفلوس اللي هتاخدها مننا. بقول لك ايه، مراتي ماتت وانا لازم اعيش عشان اربي ابني، فهمت؟ يا حرام. التليفون ده علشانك. يا معلم، جينا نزورك لقينا الشقة مسروقة، ما فيها شيء، بالزيت الخزنة، بدك بلغ الشرطة ولا انتظرك حتى تيجي؟ بالمناسبة رفعت ابنك بضيافة ناس كرامة كتير لحين ما ترجع من السفر. اديهولي. الو، مش كنت تقول لي يا سي ماما اللي انت مسافر؟ الناس اللي عندنا عندهم طيبين قوي يا بابا، عندهم بنت حلوه سلينا عبال ما ترجع، مش كده حلوه؟ باي باي بقى عشان انا مش بتبوسني. مين صاحب العمليه؟ مش مهم تعرف، المهم ان نصيبك في العمليه هيتحط في حسابك في روما. ده بعد ما تخلصها، وطبعا اللي خدناه من بيتك. العمليه فين؟ في مصر. مصر؟ ايوه، ما تفكرش كتير. نصيبك في العمليه $60,000. في ناس مستنينك في مصر وعارفينك باسم البرنس. ما زعلش مني يا حلمي، انا بحبك. عملت كده مخصوص عشان احافظ على حياتك وحياتي اللي ما كانش هيبقى لها قيمه عندهم لو انت فضلت رافض. ارجوك تفهمني وتفهم انا ليه عملت كده. في صحتك، في صحه العمليه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. تحت امرك يا فندم. عايزك تقرا التقرير ده ونتقابل بالليل نتكلم. ممكن بكره يا فندم. النهارده اخويا جاي من السفر بعد غياب طويل. افتحه وراه، ولو لقيت ممكن يتأجل نبقى نأجله. ولم يستطع مندوبنا ان يحصل على اي معلومات عن نوع العمليه او عمن سيقوم بها. كل شيء يتم في سريه تامه وعن طريق زعماء المنظمه المجهولين. فقط هناك خبر اكيد يقول ان هناك عمليه تهريب ضخمه ستتم من مصر خلال ايام. بس ده يا فندم ما فيهوش اي معلومات. ما هو عشان كده لازم نتقابل الليله. قلت ايه؟ الليله دي يا فندم. استاذن دلوقتي يا فندم لاني طالع على المطار على طول. اتفضل. متشكر. ما تنساش تسلم لي على اخوك. يوصل يا فندم. وصلنا فين؟ هي الطيارة دي، لكن هو فين؟ هو قصد شكله ايه يا ماما تيتا؟ حلو قوي، شبهك يا حبيبي. تعال نستناك تحت. ازيك؟ وحشتني يا حلمي. الحمد لله على السلامه. ازيك يا راجل؟ ازيك؟ حلمي ماما. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي. وحشتني قوي يا ماما. طب يلا بينا يا ماما وبكملي في البيت بقى. يلا يا حلمي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حلمي.
يا حبيبي يا حبيبي. يا ستي بكره تشبعي منه. اسكت انت على الظهر. دخل الشنط جوه على المفتاح. ايه رايك في شقه اخوك بقى؟ ذوقك يجنن. البركه في امك ومراتي نوال. مراتي. اهلا يا فندم. حلم اخويا. الحمد لله على السلامة. ايدك يلا ايدك. اقعد. يا نوال. المهم رتبتك ايه دلوقتي؟ رائد. مرحوم ابوك كان نفسه يشوفك انت ظابط، تقوم حضرتك تزوغ على بره وتبقى تاجر عربيات كبير وادب سنه وابقى ظابط. متضايق انك بقيت ظابط؟ ابدا. ما عندكش فكره انا بحب شغلي قد ايه. طبعا، ما انت طول عمرك غاوي افلام ومغامرات. تلاقيك عايشها دلوقتي ليل ونهار. انا جدع الصفر وتعالى. اتفضل يا حلمي. هنا هناك. اقعد. من زمان ما كلناش الأكلة الحلوة دي، والنبي ما كان ليا نفسي أدوقها من غيرك. ربنا يخليك ليا يا ماما. اتفضل. ماشي. ايه سرحان في ايه؟ أغرف لك يا حبيبي. انت ما كبرتش بقى على حركات العيال الصغيرين دي. وبعدين يا بقى. طفل، هو بابا كان بيسرق حاجاتك يا انكل؟ ابوك عمره ما هناني على حاجه، وبالذات في الاكل. يا اخي هو كان لازم انت اللي تبقى ظابط وبابا يخش السجن. لا يا حبيبي، بابا ظابط كويس ولازم يفضل ظابط. خلاص عشان خاطرك انت بس يا انكل. أهون عليك 8 سنين ما شوفنيش لكن في قلبي كل دقيقه وكل ثانيه يا ماما. يا حبيبي. يا عيني على الشعر المرسيدس. ربنا يخليكوا ليا ويحنن قلوبكم على بعض. مش ده بقى ملك سيادتك؟ مم. كش ملك. مم. كش. دي بقت مشكله وعايزه حل، وانا العربيه جات لي ولازم اروح الشغل. شوف بقى، خليك انت فكر فيها كده وحلها لي، وانا مش هتاخر عليك مسافه السكه. لا يا سيدي، انا كمان نازل وعندي شغل ويمكن اتاخر. شغل ايه بقى؟ يمكن اورد لمصر عربيات واخد بدلها حاجات تانية. يا عيني يا سيدي، هذا هو الشغل والا فلا. ممكن التليفون يا حاج؟ وماله يا ابني؟ الو. البرنس. هلو. الله يسلمك. نعم. مش قلت الحمد لله على السلامة؟ أنا ما قلتش حاجة. ما لقوش حد غيرك يبعتوه. إذا كنت متضايق ممكن أديك العنوان توصل لوحدك.
الو. برنس؟ مش بدل الربكه دي تعرفنا برجالتك؟ ستيف طالب في اوكسفورد وبيقضي شهر اجازه في مصر. جيم مقيم في مصر بقاله مده. خليل مساعد بتاعي في كل ابحاثي. مراد صديق لستيف في المراسله واخو المنى. رودي connection between احنا وهم. هيرمان صديق الماني. بعدين في منى سكرتيرتي واخت المراد. طبعا اعترفتوا ببعض وانتوا جايين. ما حصلش. متهيألي انك محتاج لسكرتيرة. نشتغل؟ ايوه طبعا، مش هنا. اتفضل معانا، هنتصل بيكم. منى. اتفضل. البيت ده ما حدش يعرفه غير منى. ميرسي. وده صورة التمثال. تمثال نفرتيتي من الذهب الخالص مرصع بالأحجار الكريمة. لقيناه صدفة واحنا بنعمل أبحاث في دهشور. قبل كده زمان طلع لنفرتيتي تمثالين، واحد من الحجر الأبيض والتاني بالألوان. دي أول مرة يظهر لها تمثال من الذهب، علشان كده قيمته الأثرية هتكون كبيرة جدا. تشيرز. تشيرز. مطلوب خروجه. أيوه. هو فين؟ خبيناه في سقارة. مطرح ما لقيتوه؟ لا في مقبرة مجهولة. في خريطة للمكان. اتفضل. كل المعلومات عن التمثال والمكان موجود عليها. ايه الدقة دي؟ التكرار يعلم. هنتعشى سوا الليلة. عندي كلام كتير في الشغل. هي دايما مكشرة كده؟ بسيطة. تقدر ترسم على شفايفها ابتسامة. طب بتبقي مكشرة لما بتنفذي أوامر الشغل، إنما دلوقتي مكشرة ليه؟ انت طلبت مني ارقص واديني برقص، وده شغل. بس الرقصة دي مش شغل. طب تسمح نقعد؟ اتفضلي. صحتك. احنا مش هنتكلم في الشغل. هنتكلم بس اشرب الاول. انت بتشتغلي معاهم بقالك قد ايه؟ وده يهمك في ايه؟ ابدا، كنت باخد فكره. مساء الخير. اهلا مراد. صدفة سعيدة. أنا جاي أسهر هنا وبعدين شفتكم. معاك مين يا ترى؟ أبدا، لوحدي. تسمحوا لي؟ اتفضل. هسيبكم بقى تقعدوا مع بعض واروح انا.
ضروري تاكدي الليله دي على مستر جورج بخصوص الخبير اللي انا طلبته. حاضر. باي. صحيح انت جاي صدفة؟ انا عارف انه هنا. منى، انا ابتديت ازهق من اللعبه دي كلها. انت تتعرضي للمخاطر دي كلها بسبب الاوراق اللي هم ماسكينها عليا. انا هسلم نفسي. مراد ما توديناش في داهية، كلها يومين وربنا يخلصنا منهم. البرنس ده عايز منك ايه؟ مساء الخير يا فندم. اهلا رفعت. خير، عملت ايه؟ اتصلت بمكتب التحريات وهبتدي اجمع معلومات عن المشبوهين اللي لهم نشاط اليومين دول. على الله الاقي خير يوصلنا للي احنا عايزينه. ربنا يوفقك. وبالمناسبة دي اسمك قدام اهو في حركة الترقيات الجديدة. مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. ايه باين عليك مجهد قوي. ليل ونهار عايش على اعصابي. انت مش بتكسب كويس، تعيش على اعصابك ليه بقى؟ السوق قلاب يا رفعت، زي الريح، لو عكس اتجاهه فجأة يضيع من ايدين التاجر فينا كل اللي عمله في عمره. عشان كده بنفضل العمر كله نعمل حساب الريح. ايه هصدع دماغك ليه؟ انا تعبان وعايز انام. تصبح على خير. طب والقهوه؟ هتسهرني. مش هتنام يا حبيبي؟ نام انت يا حبيبتي، ورايا شويه شغل لازم اخلصهم قبل ما انام. انت تعبان يا حبيبي طول النهار، قوم استريح. معلش. تصبح على خير. وانت من اهل. حلمي حلمي ادخل. لقيت اوضتك منوره، قلت اشوفك صاحي ولا نايم. ما جاليش نوم، قلت اشتغل شويه. مية وعشرين لوري 5 طن، 60 عربية 7 راكب موديل 76 ماركة بيجو. يا عيني، كل الفلوس دي بتبقى في ايدك؟ لا يا سيدي، في البنك. يا عيني، تعرف انا مرة مسكت في ايدي مبلغ قد ده 3 مرات، بس مع واحد مهرب. لكن انا بعدها زعلت قوي. ليه؟ اصل بعد ما سلمتهم للنيابة اتضح انها فلوس مزيفة. قول لي يا رفعت، هي كل عملية بتبتديها بيبقى عندك معلومات كفاية؟ مش مهم، ساعات العملية في البداية بتبقى مجرد رقم في تقرير. مش فاهم. زي العملية اللي في ايديا دلوقتي، مجرد تقرير من الانتربول برقم معين بيقول خدوا بالكم في عملية تهريب كبيرة هتتم في مصر، ومفيش أي معلومات لا عن الأشخاص أو الأماكن أو حتى تهريب إيه. طب وانت كده ممكن تعمل ايه؟ همنعهم. هم مين؟ اللي هيقوموا بالعملية. بس انت ما تعرفش عنهم اي معلومات. هعرف عنهم كل المعلومات. الأستاذ ماهر، الخبير اللي انت طلبته. منى الرسم. تعال يا ماهر.
هتصب تمثال جبس طبق الاصل. اندهله من بره. المقاسات انا محددها لك على الورق، وطبعا هتفرغه من جوه. تخلص منه في قد ايه؟ اسبوع. 3 ايام مش اكتر. مستر جورج، عايزين تصريح من مصلحة الآثار علشان خروج تمثال نفرتيتي من الجمرك. يبقى لازم نطلب منهم تمثال من الجبس بنفس مواصفات التمثال اللي هيعمله ماهر. بس تحدد فيه ان الفراغ يتحشي كتلة جرانيت وزن 20 كيلو، وتصاريح الخروج هتستلمها مع التمثال. خليل وستيف، مهمتكم هتعرفوها بعدين. جيم ورودي، في 3 ايام ما تجوش هنا خالص، تسهروا ترقصوا تتفسحوا بس كل واحد لوحده. بس بعد 4 ايام هنجتمع هنا الساعة 8 بالليل. اتفضلوا. مراد. ايوه. انت كمان تتفسح زيهم. هتعمل ايه في الكام يوم دول؟ هبقى اطمنك بالتليفون. مراد، انا مشغول بحاجة واحدة، الشغل. وانا موروثة في اللي بيحصل ده كله بسببي. ده يا فندم موجود في السجن، مريض بالربو وبطل يشتغل من سنة. انقبض عليه امبارح في خناقة افضت الى وفاة. سافر اليونان وما اشتركش في اي عملية طول الفترة اللي قعدها في مصر. ده الاحتمال الوحيد اللي قدامي دلوقتي، بس كان مختفي وابتدى يظهر النهارده بعد المغرب. في معلومات انه مرتبط بعملية لسه مش عارفين هي ايه. ولع لي من فضلك. ازيك يا مراد؟ الحمد لله. باين عليك مريش اليومين دول. ابدا والله، دي فيفي هي اللي عازماني. طيب ايه رايك ندردش شويه بعيد عن فيفي؟ قوي قوي، تحت امرك، اتفضل. لحظه وراجع لك. مراد، التقارير اللي عندي بتقول انك موروث في حاجه. ايه هي؟ صارحني يمكن اقدر اساعدك. انا مش موروث في حاجه كده؟ طيب، عموما لو الظروف اضطرتك وبقيت محتاج لمساعده، خلي الكارت ده معاك. فيه نمرة تليفون الشغل والبيت. ها؟ اسيبك لفيفي بقى. المقاسات. هتلحق الآثار؟ ايوه رايح.
انت مش ميعادك بعد بكره؟ كان المفروض اجي لك امبارح بالليل، لكن ما قدرتش اهرب من المراقبه. انت متراقب؟ امبارح بالليل جاني ضابط من الامن العام، حاول يجس نبضي. اسمه رفعت يوسف. رفعت؟ ايوه، رفعت يوسف. واداني الكارت ده وقال لي اتصل بيه لو في حاجه. ترجع دلوقتي وتتصرف عادي، كانك ما قابلتوش وكانك ما جيتليش، وميعادنا زي ما هو. حاضر. منى، انت ما اتصلتيش بيا ليه؟ ما كانش في فرصة. طيب ابي حاولي تتصلي. استاذ ماهر، انا مضطر اغلطك في الحساب ده، لازم ينتهي الليله مش بكره. احاول. ينتهي مش تحاول. تصاريح الخروج اهي. نوال. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا نوال. حضر الفطار انت على بال ما صاحي حلمي. حاضر. طيب قريب قوي. وهترجع تاني يا انكل؟ ان شاء الله يا حبيبي. وهتجيب لي معاك حاجة حلوة؟ طبعا لازم. ايه بتضحك ليه؟ مش مصدقني؟ بضحك علشان عرفت ليه سموني حلم زيك. علشان بابا بيحبني؟ لا. هتوحشيني يا ماما. مع السلامة. الله يسلمك. هوصلك. لا مفيش داعي، العربية مستنياني تحت. انا مبطل من زمان يا كابتن رفعت. انا دلوقتي ما بعرفش غير في حاجه واحده، اطلع الويسكي المغشوش مش سليم. طب على الاقل لو شفت حاجه او لاحظت حاجه تبلغني، والمعلوم انت عارفه كويس. من زمان وانا مقرر انا لا ابقى ضد البوليس ولا ابقى معاه. انا كده مرتاح قوي، مش عايز ارجع للتعب تاني. اهي دي مغشوشه. صدقني ما بشوفش حد منهم اليومين دول، والبرنس ده ما اعرفش عنه حاجه ابدا. واذا اكتشفت العكس؟ بونسوار متر. اهلا محسن بيه، الدبل جاهز. رفعت بيه ارجوك، الشغل هيبتدي. صدقني لو عرفت حاجه او حد اتصل بيا هبلغك. هحاول المره دي اصدقك، وبتصل بيا في تليفون من دول. ايوه. طب ليه قال انه مسافر وساب البيت؟ مش عارف، ده اللي محيرني. واتصلت بكل اللوكندات ما لقيتوش نازل في اي واحده منهم. امال هيكون قاعد فين؟ مراد ما قالكش هيتأخر بأي سبب؟ وخليل ما قالش لحد فيكم انه هيتأخر؟
وبعدين هنتصرف ازاي؟ اكيد في حاجه. بعد الاجتماع كان من ساعه. الو مراد، انت فين؟ انا متراقب. مراد متراقب. خليل ما اتصلش بيك؟ خليل هو كمان متراقب ومش قادر يتصل بيكم، وانا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. الاجتماع ملغي. هتصل بيكوا بعدين. برنس، وبعدين؟ منى تعالي. كابتن رفعت، ايوه. تسمح؟ افندم. اركب. اي خدمه؟ اركب. اقفل الباب لو سمحت. ممكن اعرف سيادتك مين؟ مش مهم. في واحد نفسك تشوفه وهو كمان عايز يشوفك. مين؟ هنروح له. فين؟ مش بعيد. اقفي هنا. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت خايف مني؟ اذا كنت خايف اتفضل. اطلعي. البرنس. برنس؟ ايه مش عايز تقابله؟ اتفضل. برنس. مش ممكن، مش ممكن. اخر حاجه كان ممكن اتصورها. انا حسيت ان احنا لازم نتواجه بعد ما ابتديت تراقب رجالتي. انت وفرت عليا وعلى نفسك مواجهه من نوع اصعب. بالعكس، انا جايبك عشان نتفق اتفاق. اتفاق؟ رفعت، انا ما عنديش شغلانه تانية غير دي، والمره دي هتكون اخر عمليه في حياتي هطلع منها بقرشين هعيش بيهم، ومش عايز حاجه تانية. فكر شويه يا حلمي. شوف انت بتحطنا كاخوات في اي موقف. انا فكرت كتير قبل ما ابعت لك. كان ممكن اعمل عمليه من غير مواجهه،
وكان ممكن استغلك وكنت هنجح. ما رضيتش. بعت لك عشان مش عايز نتقابل فجأة في لحظة جايز ساعتها يكون مصير واحد فينا الموت. ولما انت عارف كده مصمم ليه؟ علشان مفيش حد غيري يعملها. لكن انت في ضباط كتير غيرك ممكن يتولوا المهمة. قصدك اسيب المهمة؟ ما تنساش اننا اخوات. انا قابلت المهمة دي قبل ما اعرف ان البرنس يبقى انت اخويا. حلمي، ارجع لعقلك شوية، فكر كويس. حتى لو سبت المهمة دي زي ما انت عايز وامسكها واحد تاني، واجبي في شغلي يخليني ما اخبيش اي معلومات اعرفها عن اي مجرم، حتى لو كان اخويا. مش مهم. المهم ما تكونش انت في طريقي ساعة الخطر. طب وليه انت تكون في وش الخطر؟ انا مضطر، هي دي حياتي. ابتدي حياتك من جديد. هنا مفيش ضدك اي احكام، عيش مع الناس والقانون. كلامك مع واحد زي دلوقتي ما منوش يا رفعت اي فايدة. انا مش عارف اقول لك ايه. انت حاططني في ركن صعب. انا شايفك قدامي اخويا اللي بحبه، في الوقت نفسه انت المجرم اللي بدور عليه. لو انت مكاني تتصرف ازاي؟ اعتذر عن المهمة. هتعمل ايه يا رفعت؟ هتسيب المهمة؟ قول لهم عني كل اللي عرفته، بس ما تكونش انت قدامي. انا كفيل باي انسان باي قوة، انت لا، انت اخويا. قلت ايه؟ ما اقدرش اوعدك بحاجة يا حلمي، ما اقدرش. يا خسارة. تحب اوصلك معايا؟ بلاش يا حلمي، سيب العملية وسافر. احنا لسه ملناش عندك حاجة، تقدر تسافر وانت مطمن. ولو حبيت تقعد في عمل شريف انت حر. لو اخدوا ابنك رهينة تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سلم على ماما ونوال وحلمي الصغير. مش قادر استمر يا فندم، ارجوك اعفيني. طيب بس قول لي على سبب يخليك تسيب مهمة قربت توصل فيها النتيجة. برنس يبقى اخويا. اخوك؟ ايوه حلمي. وعرفت ازاي؟ اتقابلنا. انا مستعد اسلم كل المعلومات اللي انا جمعتها عن القضية. انت اللي هتكمل المهمة. كل مجرم له نقطة ضعف واحدة بنتمنى دايما نوصل لها، وفي حالة البرنس انت نقطة الضعف الوحيدة المضمونة. وما تنساش ان عليك واجب كبير اهم من العواطف. احنا ناس شايلين مسؤولية كبيرة يا رفعت ولازم نقوم بيها. بس يا فندم مفيش بس، انت اللي هتكمل المهمة، ده امر. هاي يا رفعت. عملت ايه؟ صمموا ان انا اللي اكمل العملية. رفعت تقدر تخليني اقابل حلمي؟
كويس قوي، خليك عندك. ميرسي. ماما اتفضلي. اتفضلي يا ماما. عن اذنك يا بنتي. تعالي يا حلمي. هو اللي بعتك؟ انا اللي طلبت منه يخليني اقابلك. رفعت قال لي على كل حاجه واتكلمت معاه، وكان لازم اتكلم معاك انت كمان. ما اكدبش عليك، كانت صدمه كبيره ليا لما عرفت شغلك الحقيقي. وبعد ما فقت من الصدمه فكرت كتير. انت النهارده كبرت وحر نفسك، لكن انا كمان كبرت يا حلمي، وقلبي ما بقاش يستحمل. مش قادرة اتصورك انت واخوك واقفين قدام بعض. الدنيا واسعة قدامك يا حلمي، تقدر تعمل اللي انت عايزه في اي مكان تاني. اللي انا عايزه لازم يتم هنا. اخويا يقدر يبعد عن طريقي. شغله هو اللي واقف في طريقك. ولما حضرتك عارفة كده بتكلميني ليه؟ علشان اخوك بيتعذب. حاول يسيب المهمة، رفضه وطلبوا انه يكملها بالامر. لكن انت ما حدش يأمرك غير نفسك. حلمي، ما تقفش في طريق اخوك وتهدم مستقبله. انا مش هحاول اقف في طريقه الا اذا هو وقف في طريقي. للدرجة دي قلبك بقى حجر؟ قلبي ما بقاش فيه مكان للعواطف دي من زمان. وبلاش نقلب في حاجات قديمة. يا خسارة، كنت فاكرة ان انا خلفت 2. دلوقتي بس عرفت ان ماليش غير ابن واحد. يا ماما ابني مش عاوز اسمعك تنطق الكلمة دي تاني. مرضيش يسمع كلامي. ايه يا رفعت، عملت ايه؟ اتفضل. ايه دول؟ دي الصور اللي سجلها جهاز التحريات عن تحركاته الأخيرة. والنتيجة؟ اكتشاف شخصية معينة تقريبا على اتصال دائم بيه. مين؟ ده. افندم تعال. تسلمها للأرشيف يجيبوا لي حالا كل المعلومات اللي أنا طالبها في التقرير. حاضر يا فندم. بتلف من بعيد قوي. في أمل ولو ضعيف، بس يعتبر كبير في حالة زي دي. انت عاوز توصل لايه؟ عايز أعمل دايرة حوالين نوع العملية اللي هيقوم بيها. ده تمثال متحف الآثار، وده المعجزة اللي عملها ماهر. برافو يا ماهر، برافو. عندهم خبر الاجتماع الليلة؟ ايوه. طب يلا بينا. برنس. مسيو فيليب جون، عالم آثار إنجليزي، جه مصر من 4 أشهر تقريبا مع توصية من مليونير سويسري هاوي آثار اسمه دافيد ستروك. في صورة ليه هنا؟ لحظة واحدة. ديفيد ستروك مليونير مجنون آثار، زائد فيليب جون عالم آثار أحواله غامضة. جه مصر بتوصية من ديفيد ستروك للسفارة الفرنسية، بتوصية عادية. زائد البرنس بتساوي عملية تهريب تحفة أثرية، ودي اللي لازم أعرفها تطلع إيه. فكرت تزور الدكتور فيليب جون؟ وطلعت أمر تفتيش من النيابة. محدش بيرد يا فندم. كسروا الباب.
فتشوا الشقه. حاضر يا فندم. كنت حاسس بكل تحركات رجالتك ورايا، اديتك الخيط اللي تمشي وراه، الدكتور فيليب او جورج زي ما بنسميه. ودلوقتي بعد ما عرفت مكانه بالظبط يهمني اقول لك انه سافر النهارده الصبح لندن ومش هيرجع تاني. الخيط الوحيد اللي كان بين ايديك انقطع. انا اسف. الرائد رفعت بيقول لك بلغ إشارة لعربيات المراقبة المشتركة في عملية 11 عشان تنضم العملية 66 فورا. عايز راقب كل المشتبه فيهم. مالك سرحان في ايه؟ في الاجتماع بعد نص ساعة هيجوا هشرح الخطة. بكرة الصبح ننفذها، بعد بكرة سافر. وارجع من تاني انسان وحيد. ما انت هيكون معاك ابنك. منى تسافري معايا؟ برنس ايه في ايه؟ مراد وستيف وهيرمان متراقبين ومش عارفين يتصرفوا عشان يجوا على هنا. متراقبين ازاي؟ كل واحد منهم وقفلوا عربية بوليس على باب البيت. بوليس؟ منى جهزي نفسك هنروح نسهر. نسهر؟ ايوه. وانت تفضل هنا، بعد نص ساعة بالظبط اتصل بمراد وتخليه يتصل ببقية الرجالة ويجي يستنوني هنا. فاهم؟ فاهم. مراد انا سهرت في الهيلتون، تجيني هناك بعد ساعة، ما تتأخرش. الو، دي حضرتك رفعت. الو، ايوه كويس قوي. اطلعوا وراه وراقبوه وخدوا بالكم كويس، لو فلت مننا الليله دي تبقى العمليه انتهت. مفهوم؟ ايوه يا فندم، اطلع بسرعه. الو، ما تجيش ورايا على الهيلتون واستنى تليفون من خليل. ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ رفعت بيدور عليا انا، ولما انا اختفيت راقب رجالتي. حالا هيكون هنا هو ورجالته، تنفك المراقبة عن رجالتنا. تمام يا فندم. انت بتضحك على ايه؟ اصل رفعت وصل، تدخلي الهيلتون وتخرجي من الناحية التانية وتاخدي تاكسي وتغيريه في السكة كذا مرة. اهو يا فندم، وراه.
اخيرا اللحظه اللي انا خايف منها حصلت. اتفضل فوق. حلمي، ما تبقاش مجنون يا حلمي. لغايه دلوقتي مش قادر انسى انك اخويا، فاهم؟ وانا كمان مش ناسي انك اخويا. حلمي. رفعت، ملوش لزوم اللي انت بتعمله ده خالص. ارجوك سيبني في حالي. حلمي، احنا لسه في الامان. كل اللي ضدك مجرد اشتباه. احنا هنرجع الموضوع ده تاني؟ مش كل مره هتسلم الجره يا حلمي. دي اخر فرصه قدامك. فرص حياتي باخدها بنفسك، ما بستناش حد يديها لي. انت مغرور. انا واثق من نفسي وانت مالكش عندي حاجه. ممكن اعرف انت بتطاردني ليه دلوقتي؟ عشان انا غلطت الغلطه اللي وقعتني فيها. غلطه ايه؟ ان فك الحصان على رجالتك بمجرد ما تظهر انت في الصوره. اكتشفت ده بعد ما غلطت وخلاص. بس انت دلوقتي في ايدي ومش هسيبك تهرب. انت معبود عليك. باقي تهمه. اشتباه. ومش هنقدر نثبت عليك حاجه. بس هرحلك من مصر. انت متاكد من الكلام ده؟ رفعت، حلمي 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 حلمي. يعني الدايرة اتفتحت قدامنا من جديد؟ بالعكس، الدايرة اتقفلت تمام. ازاي؟ اديني المتابعة. الو، ابعت لي تقرير كامل بخصوص المكان اللي عمل فيه فيليب جون ابحاثه. بالتأكيد لسه ما نقلوش الأثر اللي هيتهرب من هناك، وإلا كان زمانه ساب مصر. المقبره في الوادي هنا. الطريق العمومي على بعد 100 متر منها. حوالين منها اماكن اثريه متهدمه، ودايما بيبقى فيه سواح. هنا كشك بوليس، وفي احتمال تتوجد دوريه خاصه لتعطيلنا. عموما ستيف وجيم هيكونوا بالعربيه الجيب القديمه فوق الطريق العمومي. خليل، ما تفجرهاش ابدا الا اذا الظروف اضطرتنا. باشاره مني انا هقول لك عليها بعدين. هيرمان، هتقف بعربيتك هنا ورودي بعربيته هنا. انا ومنى ومراد لنا مهمه تانية، ودلوقتي هتعرفوا كل واحد هيعمل ايه بكره. التقرير يا فندم. هايل، زي ما توقعت يا فندم. تبعتوا مجاميع مراقبة للمنطقة دي من دلوقتي، وأول ما تشتبهوا في حاجة أو أي تصرف من حد تحاصروا المنطقة وتتصلوا بيا فورا. حاضر يا فندم. اتفضلوا. افتحوا الصندوق.
احنا كنا في رحله يا كابتن، وده الاكل بتاعنا. صدقني كنا في رحله. انت يا مراد اتكلم. سكوتك مش بس جريمه، دي خيانه لبلدك. انت هما فين دلوقتي؟ هيعملوا ايه؟ قول يا مراد واحنا هنعتبرك شاهد ملك. انا كنت موروث معاهم تحت التهديد، وقلت لكم على عنوان الفيلا. ما لقيناش حد هناك. فيه وكر تاني ليهم. فين يا مراد؟ ما اعرفوش، ولو كنت اعرفه كنت قلت لكم عليه. انا عايز انقذ اختي. كده مش هيبان انه حتتين؟ لا يا فندم، مش ممكن يبان. حاسب. عارفين هتدوه فين؟ طبعا عارفين. طب يلا. يسمح بمغادرة الحدود لتمثال نفرتيتي ارتفاع 50 سنتي، قاعدة 25 في 15، وزن كامل 25 كيلو. عارف التصريح دي هتروح فين مع التمثال؟ اظن انا مهمتي انتهت. خدت حسابك؟ ايوه خلاص. معلش انت هتفضل ضيفنا هنا كمان 24 ساعة. يا فندم انا مبقاش ليا لزوم خلاص. مش هتكسفني. استقالة؟ ليه يا رفعت؟ اول مرة في حياتي يا فندم احس بالفشل. لا يا رفعت، انا مش عاوز الاحساس ده يتملكك ابدا. كل اللي حصل ان تقديراتنا مع بعض كانت اقل بكتير من الواجب، ومش مهم ابدا يا اخي ان المجرم يهرب مرة 2 3 حتى. العبرة بالنتيجة، لازم تكون لصالحك في النهاية. رفعت، من دلوقتي للصبح مش هيلحقوا يعملوا حاجة. روح نام وارتاح، وانا متأكد انك الصبح هتكون غيرت كل تقديراتك. انا متأكد. نوال، 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 ماما. عزيزي رفعت، ما كانش ممكن اسيب مصر وامشي من غير ما اشوفكم. ماما ونوال وحلمي الصغير معزومين عندي على العشاء ومستنيينك. جايز ما ارجعش مصر بعد كده طول عمري. وجايز ما تخرجش من مصر طول عمرك. بتفكرني باتنين قعدوا يلعبوا شطرنج مع بعض، كل واحد نيته يكسب الدور، وهو عارف ان اللي قصاده مش هيديله الفرصة دي ابدا.
النتيجة متوقفة على نوع اللعب. ماتش نابليون بيخسر لانه ماتش معروف، بس انا احب العبه. مين قال ان اي خطة بتستمر للنهاية من غير ما تتغير؟ علشان انت اخويا وبحبك هكشف لك كل ورقي وخططي. الساعة 6 الصبح، يعني بعد 5 ساعات هيتحرك يخت صغير من اسكندرية. كده كشفت الطابية. علشان اهجم بالوزير. اليخت هيعدي المياه الإقليمية وهتكون مستنيانا مركب مخصوص في وسط البحر بعيد عن أي نفوذ. نابليون ابتدى يخسر وزير. مفيش حرب من غير خسارة علشان تعوضها بمكسب. طابية هتكون على اليخت ومعايا نفرتيتي. كش ملك. قصدك كده؟ لسه بدري. وعلى فكرة لازم اوضح لك ليه انا جبتك هنا، لاني مش عايزك انت تبقى في طريق ساعة الجد. درون. اللعبة غير الحقيقة. ابدا، نفس الشيء. فاضل 2.5 ساعة يا دوبك مسافة السكة لاسكندرية. عن اذنك. حلمي. الاشارات دي تتباع اسكندريه فورا، وانت خليك على اتصال بالفرقه المفترضه في اسكندريه. يلا يا رفعت، العربيه جاهزه للسفر. انا هفضل هنا يا فندم. هنا ليه؟ خايف في اللحظه الاخيره افتكر ان اخويا. على فين؟ خلي الباسبور معاك. ممنوع يا استاذ. بوليس. يا قلبي